السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جايه لكم النهارده عشان نخلل الفسيخ لشم النسيم. بما ان الجو خلاص حرر، فاحنا محتاجين من اسبوع ل10 ايام علشان خاطر نخلل الفسيخ زي ما انتم شايفين. اول حاجة غسلت الفسيخ، واهم حاجة نغسل الخياشيم بتاعته كويس قوي، وسبته كده حوالي ساعتين يتصفى. وابتديت زي ما انتم شايفين اني اجيب مناديل انشف كل الدم اللي فيه. وكمان اجيبه كده من الجنب اللي ناحية الظهر مش ناحية البطن، وابتدي ان انا اعمل له مساج. جبت كركم وجبت شطة وجبت معاهم ملح خشن، حطيت عليهم ربع ازازة من الخل لاني جايبة 4 سمكات بوري حوالي كيلو ونص. وابتديت ان انا امسك سمكية سمكية، جبت كيسة نظيفة كده، وزي ما انتم شايفين عمالة ما اجهز الكيسة بحط الكيسة بتاعتي، بجيب السمكة واكون حاطة فيها المناديل علشان اضمن ان مفيش اي دم جواها. وابتدي ان انا افتحها واحط في بقها الخلطة اللي انا حطاها، الملح والكركم والشطة. عايزة اقول لكم ان الكركم والشطة بيعتبروا مادة حافظة للفسيخ، ومعاهم الزيت. وقبل كده عملته معاكم بالملح السادة، ودي طريقة تانية لتخليل الفسيخ. زي ما انتم شايفين احط كده في بقه واحط فيه الخياشيم بتاعته، واحط كده على جسمه حاجة بسيطة للفسيخ. وكل الفسيخ بتاعي هاعمله بنفس الطريقة. باجيب كده شوية من الملح وابتدي ان انا احط الفسيخ بتاعي، احطه كده راس وديل، يعني السمكة يبقى فيها ديلها من قدام وقصادها راسها، ما يبقوش كلهم في سوا واحد. وابتدي ان انا ازودها الملح. وبعد كده كان عندي كده شوية زيت صغيرين، حطيتهم على السمكة، ده غير اللي انا كنت الربع كوباية اللي انا حطاها، يعني كان باقي الإزازة فحطيته على السمكة. قُلت لكم ده بيعتبر مادة حافظة. ابتديت دي أول كيسة أحط فيها الفسيخ، وهابتدي أجيب الأكياس التانية باطلّع منها دلوقتي الهوا. هافضل بقى أحط في كيسة ورا كيسة، كيسة ورا كيسة لحد ما أعمل الفسيخ بتاعي. بُصّوا كده، ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة. وكفاية إن أنتِ عاملاه في البيت بيبقى زي الفل. بعد ما باخلّص أكتر من 7، 8 أكياس، باقوم جاية على طول جايبة الإسكوتش ومغلفة السمكة بتاعتي بيه. بُصّوا كده، ما شاء الله تحفة، 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 تحفة. غلّفته حلو جدًا، جدًا، وهاسيبه بقى يتخلل. دي النتيجة بعد 10 أيام. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.